السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم شباب بمقطع جديد من اليوتيوب. طبعا يا شباب مثل ما تعرفون نهاية كل شهر أنا أعطيكم لمحة عن أهم ألعاب الشهر اللي بعده، وهذا الشيء ما مختلف من 12 شهر تقريبا، وهسه حندخل بالشهر 13 او 14. شهر فبراير على الابواب، وهذا يعني صدور العاب جديده وياه. وبصراحه حسيت شهر يناير شهر الواحد خلص بسرعه، ما اعرف ليش. هل انتم وياي انه خلص هذا الشهر بسرعه لو امتحاناتكم خلتكم تفكرون انه هذا الشهر طويل جدا؟ المهم خلونا مع اهم اصدارات الشهر القادم. بس قبل لا ابدا اتمنى منك اللايك يا صديقي، حط لنا لايك هسه، اتمنى منك هذا الشيء، وايضا الاشتراك بالقناه اذا اول مره تشوفها. بيوم 3/2 احنا على موعد مع لعبة ناروتو شيبودن رود تو بورتو. اعتقد هيش اللفظ. بهذا الجزء نختتم سلسلة العاب ناروتو كاملة، طبعا تعتبر توسعة اضافية مو لعبة منفصلة. راح تلعب بهاي التوسعة بشخصية ابن ناروتو، وايضا تحمل وياها النسخة الاصلية، هي الجزء الرابع من سلسلة العاب ناروتو شيبودن. Ready for this? وباليوم الثامن راح نكون مع افضل اصدارات هذا الشهر حسب توقعاتي ورغباتي، وهي نيو يو. اكثر من 10 سنوات على هاي اللعبة تصدر، واخيرا نمط اللعبة هاك اند سلاش. المطورين وعدوا بانه تكون لعبة صعبة جدا بموازاة سلسلة العاب ديمون سولز ودارك سولز وايضا بلاد بورن. وبيوم 14 من شهر فبراير ايضا احنا على موعد مع لعبتين اثنين. الاولى هي لعبة فور اونر. دائما تعودت من شركة يوبيسوفت الالعاب الغريبة او التاريخية المعقدة، واقصد هنا مثل اساسن كريد او برنس اوف بارشيا. اما الغريبة فمثل ذا ديفيجن، دمج بين الاونلاين والاوفلاين وطريقة الار بي جي المدموجة ويا العاب الشوتر. فور اونر عبارة عن لعبة هاك اند سلاش ونظام تكتيكي عالي المستوى، تحوي الطورين التعاوني وطور القصة. نوع الاستراتيجي هنا عبارة عن قتالك للشخصيات القوية بطريقة استراتيجية، فاذا ضرب يمين لازم تدافع يمين، واذا ضرب يسار لازم تدافع يسار، وهكذا. Here again is our unique combat system, the Art of Battle, which lets you experience. You need to get to the... اما اللعبة الثانية بنفس اليوم هي لعبة سنايبر إليت. بصراحة ما جربت هاي اللعبة من قبل، لكن فكرتها انك قاتل محترف بالجيش ومن تقنص اعدائك تشوف شلون تقتلهم بطريقة رهيبة. طبعا اللعبة تذكرني اثناء القتل بلعبة مورتال كومبات، يعني يطلع لك هيكل عظمي وشلون ينكسر رقبته وشلون تنكسر اعضائه الداخلية. When you watch an intense chess match and you're seeing a battle of the minds, a battle of... ولعبتنا الأخيرة لليوم هي لعبة هيلو وارز 2، لعبة استراتيجية لكل محبي هذا النمط من الألعاب. المفاجأة هنا أنك تقدر تلعبها أيضا على الإكس بوكس 1. اللعبة بكل بساطة كل من جرب لعبة ريد أليرت أو جنرال، فهاي اللعبة نقدر نقول لكم عليها هي الشيء المتطور من ذولاك الألعاب. لعبة استراتيجية حربية مستقبلية. I don't want to worry about tech trees. I don't want to worry about resource collection. The original design intention for Blitz was to make something really accessible that everybody could enjoy. إذا يا شباب هاي كانت قائمتي بأهم ألعاب شهر فبراير، أتمنى أنه عجبتكم. أشوفكم في مقطع جديد. سلام.